الذكرى 67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية التي تحل اليوم مناسبة للوقوف عند المهام النبيلة والأدوار الكبيرة التي يقوم بها الدرك الملكي في خدمة الوطن والمواطنين. 67 سنة على مدارها لم تأل هذه المؤسسة جهدا في الحفاظ على الأمن والنظام العامين والسهر على تنفيذ القوانين بفضل كفاءة أفرادها العالية وخبراتهم المتعددة وتكوينهم القيم. ومنذ تأسيسها تواصل هذه القوات على اختلاف ميادين تدخلها وتنوع اختصاصاتها القيام بمهامها في كل الظروف والأوقات، حافزها التزام راسخ بحماية الأرواح والممتلكات والدفاع عن حوزة الوطن. ولمسيرة التحديات والمستجدات تضع هذه المؤسسة الحيوية ضمن أولوياتها التمكن من التكنولوجيات الحديثة والرقمنة لضمان الاستجابة الفعالة لحاجيات أفرادها وتسهيل تنفيذ مهامهم بانضباط واحترافية. الفعالية الكبيرة التي يتميز بها هذا الجهاز من خلال مهامه سواء برا أو بحرا مردها ليس فقط القدرات اللوجستية والتقنية بل أيضا الصفات الإنسانية والقيم الشخصية لقوات الدرك الملكي التي أكسبتهم وتكسبهم احترام المواطنين وتجعل منهم درعا قويا من دروع الدفاع عن الأمة.